السلام عليكم. اليوم جيتكم بوصفة الخبز اللي كنتوا طالبينها مني بزاف ومستنيينها، يعني بقالكم فترة وانتم مستنيينها عشان انا صورت لكم فيديوهات ما يعني قبلها، بصح ما كنتش نسيتكم. فاليوم غادي ان شاء الله نوري لكم هذا الوصفة. وصفة خبز من غير عجين، يعني ما فيش جهد انك تعجني العجين. يعني الدلك ما فيش دلك. آه، يعني وبطريقة صحية، لأن مش هنحط فيه الخميرة الفورية، هنحط فيه الخميرة التقليدية اللي هي كانت يعني زمان الناس صنعوها في البيت، اللي كان اللي يقول عليها الخميرة البلدية، كان اللي يقول عليها الخميرة البلدية، كان اللي يقول عليها خميرة العرب، وهي بالفرنسي لوفان. هذا الكيس 240 جرام نشتريه من اوشون او من المحلات اللي بيبيعوا الحاجات البيو. الفارين عندي هنايا الفرينة نصف كاملة، يعني نصها ابيض ونصها اسمر، وهنا فرينة كاملة بيضة. انتو لكم الاختيار، تستعملوا فرينة بيضة كاملة او تستعملوا خميرة يعني فرينة، تستعملوا فرينة كاملة، ولكن عمركم ما تستعملوا في هذا الخبز فرينة طحين يعني كامل 100% في الخبز. الخبز هيكون تقيل معكم، فلازم لو كان الدقيق كامل يعني تقسموه نص كامل ونص ابيض. على هذا الشيء انا هنقسم نص كامل، يعني نص كامل. اصلا هذا مختلط، بس احنا نبغي نزيد فيه الابيض اللي مش كامل باش الخبز يجي خفيف، والا كله بدقيق ابيض يعني بفرينه بيضاء. هنكونوا محتاجين الملح ملعقه ونص قهوه، يعني ملعقه ونص صغيره، مش هنقول لكم قهوه عشان في الجزائر نقولوا مغرف قهوه خميره او مغرف قهوه سكر، يعني قصدنا مغرف صغيره. فنصحح نقول لكم مغرفه صغيره، مغرفه ونص صغيره ملح، 4 ملاعق كبيره من هذا اللوفا اللي هي الخميره التقليديه، خميره العرب، 600 جرام فرينه، 600 جرام دقيق، نستعملوا 300. والماء هنكونوا محتاجين 450 مليلتر. ننصحكم مع هذه الخميرة الطبيعية، الخميرة التقليدية، تستعملوا ماء ما يكونش من الحنفية، يكون يعني مش معدني، يعني طبيعي، ماء عادي، ولكن يعني ماء دو سورس تاع العين، ولكن من غير ما يكون معدني. في نفس الوقت مش لازم يكون من الحنفية، لأن الكلور اللي في الحنفية يقتل البكتيريا اللي في هذه الخميرة التقليدية وما يخليهاش تتفاعل. فاللي ما عندوش إمكانيات إنه يجيب يعني ماء هكا في قارورة، ممكن ياخد ماء من الحنفية ويخليه ليلة كاملة من غير غطا لحد ما هذاك الكلور يتبخر كامل من الماء. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. يلا ناخد اناء باش نحطوا فيه نوزنوا فيه مع بعض، ولازم يكون عندكم غطا دافي. انا هذه يعني بلات غطا شاريه من ايكيا، مخليها غير للخبز، من عمري ما نستعملوا الحاجه تانية غير للخبز ندفي به الخبز. يلا بسم الله نبداو. بسم الله. نحط 300 جرام من هاد الفرينه البيضاء الدقيق الابيض، معليش 304 من هذه بيضاء، يعني دقيق عادي. وغادي نحط معاه نزيد عليه لحد ما نوصل 600 من هذا الدقيق النص الكامل او الكامل لحد ما نوصل 600. هوب 550، قربت 600. غادي الناس ما يصدقوكمش انكم عملتوا هذا الخبز في البيت، يفكروه انه خبز تاع خباز حقيقي. عندنا 600 جرام فرينه، الاثنين هم نخلطهم مع بعض.
فيهم معلقة ونص ملعقة، يعني ملعقة ونص صغيرة ملح. ونجي ناخد من هذا اللوفان الخميرة هذه التقليدية البلدية 4 ملاعق، 1 2 3 4، ونخلطهم كامل مع الملح والفرينة يعني الدقيق. 600 غرام دقيق، ملعقة صغيرة ونص ملح، 4 ملاعق خميرة تقليدية. جد صحي، خبز جد 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 صحي. ان شاء الله تجربوه وتستمتعوا به في رمضان الكريم ان شاء الله. بعد ما خلطنا كله نحط الميزان تاعي على الصفر، ونجي نعبر 450 غرام ماء. هاو الصفر معانا، وهي الازاز المية، قارورة الماء. حاولوا نجيبوا 450. يلا 5 غرام زيادة معلش. ونخلط كل هذا الخليط من غير دلك، من غير عجن، نخلط لحد ما المكونات تنسجم وخلاص. الخبز راه جاهز معنا. هاي العجينة حاولوا تستعملوا نفس المقادير. انا اعطيت لكم مقادير ناجحة 100%، ولا مرة ما نجحش معايا الخبز هذا. وكلنا نستمتع به، اولادي، زوجي. لو اديت للناس يعني خبز جد جد لذيذ. وريحة الخميرة هذه الطبيعية روعة روعة بجد روعة. هتستغنوا على الخميرة الأولى إن شاء الله. نغسل يدي من العجين ونجي نغطوا الخبز مع بعض. غسلت الأيادي تاعي وغطيت الخبز. أنا استعملت إيدي يعني اليدين توعي للتأكد إن كل المكونات اندمجت مع بعضها. ولكن انتم ممكن بالملعقة، يعني ما تحتاجوش الايد. يعني هو ما فيش عجن تماما خالص، ما فيش عجن. والبنات اللي متعودين يعجنوا يعني خبز من هيئة العجين، راكم تعرفوا باللي انا ما عجنتوش. يعني يدوب خلطت المكونات مع بعض، ما فيش اي حاجة تانية غير انكم تدمجوا كله مع بعض. ما تخلوش يعني فرينة دقيق تكون في قاع الإناء، عشان يعني على هذاك الغرض اللي استعملت الإيد تاعي عشان نتأكد إن كل المكونات مختلطة. نغطيه بفيلم بلاستيكي، فيلم غذائي، ونجي ندفيه بهذا القطنية أو البطانية أو البلاد كما راكم بتحبوه. المهم غطاء دافي يكون للخبز فقط، ما تستعملوش في غرض تاني. ونخليه يعني انا دروك راني نصور لكم في هذا الفيديو راهي 10 بالليل. نخليه لحد غدوة الصبح 8 او 9 تاع الصبح نوجده. يعني غدوة ما عندناش مدرسة وما فيش عمل، فالفطار الصبح ان شاء الله يكون شوية متأخر، ويكون فطار غني فيها مالح ومسكر. ونوجد الخبز للعائلة تاعي يكون سخن، وفي نفس الوقت انتم تشوفوه معايا على الفيديو. الماء اللي قلت اللي ما عندهمش ماء مشري من برا، عمروا يعني املوا ماء في اناء كي من هاك. ما تملوهش لحد الاخر، خلوا مكان وخلوه مفتوح كي من هاك طول الليل لحد يعني الغد، باش هذاك الكرول يروح منه الكلور، وتقدر تستعملوهم بعد في عجين الخبز تاعكم. يلا نغطيه ونلتقي غدوة ان شاء الله باذن الله. صبحوا على خير. صباح الخير عليكم. ولينا باش نديرو الخبز نتاعنا. راهي 9 تاع الصباح، صافي خمر 11 ساعة. فطنت 8:30 الويكند، نحب نرتاح شوية. صافي خمر 11 ساعة. دروك نشوفوه كي ولا. شوفوا كي خمر معنا، راه معمر فقاعات، مليء بالفقاعات. دوك نوري لكم الطريقه كي ديروه سهله مهله. اول حاجه حطوا
الفرينة أو الدقيق أو الطحين على المكان بكثرة، لأن العجينة سائلة معنا. ونجي نحطوا العجينة اللي خمرت معنا بالراحة بخميرة طبيعية جد صحية للجسم. اهو ناخد اي حاجة تكون مبططة تساعدني، وننزل قحة العجين على سطح العمل. جد في متعة في صناعة هذا الخبز. جربوها وقولوا لي غادي تستمتعوا بزاف. خلاص هو الخبز نتاعنا. انا غادي نحاول ندير كرة. اني باغيه ندير كرة كبيرة كما تشوفوهم عند الخبازين هنا التقليديين في فرنسا. الخبز الكبير الشباب اللي يكون عنده قشرة من الفوق تقرمش، ومن القلب يكون فيه فقاعات. وهذا الخبز طالما ما تفتحوش وهو سخن، لما يطيب في الفرن ممكن يقعد معكم اسبوع، بصح ما يقعدش اسبوع، هذا يعني سوف يؤكل في يومين. بسم الله. لازم سباتول تاعي، يعني هذه الاداه تاعي تكون فيها الفرينه، ونجيبوا العجين. مش غادي نعجنوه، وغادي نمدوه شويه كما راكم تشوفوا، ونجيبوه من الاربع جهات. نمده كيما هاك ونتنيه على اربع جهات. نمده، نمدوا العجينه ونرجعوا بها هاك 4 مرات. ومن بعد نعاودوا نحطوا دقيق كتير على العجين باش ما يتلصقش معانا، ونحاولوا نصنعوه كرة. راكم تشوفوا معايا نحاول نصنع هذه الكرة. نجيب ورقة نحط شوية فرينة ودقيق على ورقة الزبدة، نكونوا محتاجينها من بعد باش يعني ناخدوا بها هذه العجينة للفرن، عشان هي طرية جدا. نحاول ناخد الخبزة نتاعي. خلاص الخبزة نتاعي كما راكم تشوفوا. غادي نغطيها ونخليها ترتاح مرة تانية ساعة. هاي الكرة نتاعنا كما راكم تشوفوا، شوفوا مليئة بالفقاعات، خمرت جيد. نغطيها قطعة قماش نظيفة ونخليها ترتاح ساعة. نخليها ترتاح 45 دقيقة ونرجع لكم، على خاطرش غادي نكونوا محتاجين سوف نحتاج الربع الأخير لتسخين الفرن، فنخلوها ترتاح 45 دقيقة، والربع الأخير نأتي لتسخين الفرن على درجة حرارة أعلى درجة حرارة عندكم 240 260 أعلى درجة حرارة عندكم. ومبارح عجنت عجينة تانية نفس العجينة، بس عجنت نصف مقدار تاني باش نوري لكم طريقة الخبز الطويل، مش المدور الكرة الكبيرة. الخبز الطويل اللي هو باجيت بالفرنسي، وفي الجزائر الفليتة.
نبداو بسم الله. نفس الطريقة لازم تحطوا فرينة او دقيق كترة لان العجينة طرية جدا. نفس الطريقة نفتح العجينة متاعي ونجي نقسمها على 2. هذه غادي تعمل لي 2 خبز طويل، يعني اللي هي 2 باجيت، 2 فليتات. ونقسمها على 2. ونجي ما نعجنهاش، مش لازم ابدا نعجن هذا الخبز باش نخلو فيه الفقاعات. نحاول نعطيها حجم طويل من غير ما نعجنه، مش لازم ابدا الضغط عليه، بالراحه. وهذا الباجيت غادي نخلوهم يرتاحوا نصف ساعه لانهم السمك نتاعهم مش حاجه كبيره مثل الكره. نصف ساعه ونسخنوا الفرن، يعني هما غادي ندخلهم للفرن قبل الكره. ونوري لكم الطرق اللي لازم تحترموهم في الطهي. الفرن مسخن على اعلى درجه في الاول 260. انا هسخن الفرن تاعي على 260. نحاول نمدد الخبز، نعطيه هذا الحجم. ونحطه بصينيه هنايا جنبي. نعمل الثانيه. دائما من غير الضغط على العجينه، نحاولوا نحتفظوا الحفاظ على هذا الفقاعات اللي في الخبز اللي خدت وقت كبير، ولكن ضروري. الخبز مفيد وصحي. والمتعة في أكل خبز، يعني انت عملتيه بيدك، بيشبه خبز خباز يعني عنده خبرة سنين وسنين، ويقوم في نص الليل يعني 2 3 الصبح يعمل الخبز تاعه. نشوف الفرحة في عينين الأطفال تاعي لما ندير لهم هذا الخبز، يعني ما يستنوش على الغداء أو العشاء، يفتحوه هو سخن، يحطوا فيه زبدة، يحطوا فيه اللي هم حابين، ياكلوه من غير أي حاجة. أي حاجة يعني. ابني الصغير عنده 2.5 سنين ياكلوا من غير أي حاجة. خلاص نحطه تاني في الصينية. غادي نغطيه بقماشة ونخليه يخمر نص ساعة، مش ساعة زي مثل الكرة. يلا نتلاقاو بعد نص ساعة. عدى ربع ساعة على الخبز الطويل الباجيتا والكرة جنبه تخمر. نسخنوا الفرن عشان باش ياخد 10 دقائق، ربع ساعة تسخين، يكون الوقت تاع نص ساعة على الخبز الطويل يكون خلاص يعني عدى نص ساعة. يلا نسخنوا الفرن. نوجد في وجبة الإفطار للأطفال والزوجي. وأنا عملت هنا لبن سخن بالكاجو والتمر باش يصبرني. يلا نسخنوا الفرن. قبل ما نسخن الفرن كنت حابة نقول لكم يكون عندكم هذه الشبكة اللي تحطوا عليها الطبق تاع الخبز نتاعنا، او يكون حتى لو مش شبكة يعني طبق صينية زي مثل هذه، يعني ما فيش مشكل. المهم
انا غادي نحط الطبق تاعي على هذه الشبكه، ولازم يكون طبق من تحت لانها هحط فيه ماء، وطبق يسخن في وقت تسخين الفرن. يعني انا دلوقتي الان هنقفل على الفرن ونخليه ربع ساعه يسخن، وهذه لازم تكون سخنه. ولما نجي نحط الخبز لوقت الطهي نحط هنا ماء، فهذاك الماء مع هذه الصينيه سخنه هيعمل بخار، هذاك البخار والرطوبه تخلي الخبز يكون طري من قلبه. فلو ما عندكمش الصينيه كيما هكا ممكن تحطوا كسرونه تحت، يعني بدل هذا تحطوا كسرونه هنا تحت وخلاص تسخن، وبعدين نجي نحطوا فيها الماء. يلا نحط الفرن تاعي يسخن على اغلى اكبر درجه عندي 250. نلتقوا بعد ربع ساعه. حان الان الوقت المفضل عندي، الكرة غادي نخلوها شويه، ناخدو هاد الطويل الباجيت. لازم يكون عندكم سكينه يعني حاده. انا ناخد هذا تاع يعني الخلاط الكهربائي راكم عرفتوه، ولازم تعملوا، لازم في الخط تعملوا فتحات بسكينه باش الخبز يكون يعني شكله شباب ويدخل له للطهي عبر هذه الفتحات. يلا بسم الله. خلاص الان نحط الماء السخن في الفرن من غير ما تحترقوا بالراحه. ناخذ الخبز تاعنا نخلوها على درجه حراره 250 دائما 20 دقيقه. الان نبداو نجهزوا للكره نتاعنا. الكره لازم تاخذوا طبق يكون دائري او بيضاوي ثقيل. انا وريت لكم هاد المواعين على الانستغرام نتاعي سرور ميك اب، لان كان فيها تخفيضات كبيره والجوده تاعها رائعه. طبعا عندها الغطاء تاعها ما يدخلش للفرن، فيها سيليكون وفيها يعني حاجات تانية ما تدخلش للفرن، فانا حطيت له غطاء كي من هذا. لازم تاخدوا عندكم يعني طنجره تكون ثقيله. اللي عندهم طنجره هذه يفهموني من الفونت تكون احسن. اللي ما عندهمش اي طنجره تكون ثقيله. ما تجربوش في تاع الطين، جربت مره والخبز ما كانش يعني جيد، فلازم يكون حديد وثقيل. وتدخلوها الفرن تسخن فارغه كما راهي بالغطاء تاعها، تسخن ربع ساعه. فالخبز ما شاء الله الشكل تاعو كي شباب، باقي لها 10 دقائق وخلاص يطيب يكون جاهز. شوفوا شكله الشباب ما شاء الله. شوفوا الخبز الشكل تاعو يشهي، باين عليه خفيف. ان شاء الله تجربوه وينجح معاكم، ونشروا الوصفة باش ناس بزاف تستفاد منها ان شاء الله. في رمضان في وقت السحور عملوا هاد العجينة وخلوها، وفي نصف النهار 3 تاع العشية 4 تاع العشية يكون الخبز كان عنده 10 ساعات يعني وهو يخمر، ويكون عندكم خبز يشهي الوقت الافطار ان شاء الله. الان ننجو للكرة تاعنا، الاناء تاعنا راه يسخن، يعني الطاجين تاعنا راه يسخن في الفرن، ونجو نعملوا فيها دائما بالسكين باش الطهي يكون مليح ويخرج منها يعني يدخلها البخار والحرارة. الاناء راه سخن، ناخد الكرة تاعنا تاع الخبز ونحطها فيه مرة واحدة من غير ما تحرقوا ايديكم. يلا بسم الله. ما تخافوش غادي تخمر، وناخد الغطا ونغطيها. لازم نغطيها وندخلها الفرن 250، خليها 20 دقيقة طهي بالغطاء، ومن بعد نقلع الغطاء، نشيل الغطاء ونخليها 20 دقيقة تانية، يعني 40 دقيقة في الفرن. سمعوا
خبز بيقرمش ولسه سخن، نحاولوا نفتحه. يلا نفتحوه، بسم الله. خبز جد لذيذ، خمر جيدا، طريقة صحية، بالصحة والهنا. الخبز طلع خمر معانا 20 دقيقة، نشيل الغطا ونخليه 20 دقيقة تانية.